10% بس من اللي هيشوفوا الفيديو ده هم اللي هيقدروا يكمّلوا الفيديو للآخر. ده لإن 85% من الناس عندها ما يسمى بتعفن الدماغ، والمفاجأة إن أنا واحد منهم. السلام عليكم. بص، انا مش ساحر، بس انت بتنسى كتير. تركيزك بقى ضعيف، ما بقتش بتقدر تحفظ تركيزك على حاجة واحدة لمدة زمنية طويلة. بقيت بتحس انك غبي. بص ما اقصدش. لو واقف مستني حد او فاضي لمدة 5 دقايق، ايه اول حاجة انت بتعملها؟ بالظبط كده، ان يكون موبايلك في ايدك. لازم تشغل نفسك باي حاجة. ما بقتش تقدر تسمع صوت دماغك. ما بقتش تقدر تقعد فترة زمنية ما تعملش فيها حاجة، تبقى ساكت، تسمع صوت دماغك، تحس باللي حواليك، تسمع افكارك بدون تشتت. احساس بالذنب مسيطر عليك، بس صبعك تلقائي شغال على الريلز. ما بقتش قادر تسمع حد بيتكلم على مهله، عايز كل الناس على سرعة 2. الفيديوهات او المحاضرات الطويلة او البودكاست بقيت بتزهق منها. يا جدع ده حتى الافلام ما بقتش عارف تركز فيها من كتر المحتوى القصير التافه. دروس مخك بتاعت المتعة اتلعب فيها، تم التلاعب فيها. حتى دلوقتي الريلز بقى بيقسموها لاتنين، لفيديوهين مختلفين، عشان تفضل مركز لحد الاخر. طب يا شباب الاخلاق، كفايه تهزيق وقله قيمه لحد كده، وقول لي اعمل ايه. هو حل واحد بس وبسيط، بعون الله هديك خطة مدتها 7 أيام. هعرفك بالتفصيل كل يوم هتعمل فيه ايه، واوعدك هتخرج من اليوم السابع دماغك معمول لها السوفت وير، وجاهزة تستقبل الحياة بشكل جديد تماما. انا عارف ان في يوتيوبرز كتير غيري اتكلموا عن مصطلح تعفن الدماغ، بس انا جاي اديك النهارده خطوات عملية تعملها عشان نتخلص من تعفن الدماغ. خطة مكونة من 1 2 3 بدون تعقيدات، حاجات بسيطة وخطوات مفهومة وواضحة هتمشي عليها، وهتشكرني بعد 7 أيام بالظبط. وديت عصارة بحث ومجهود كبير جدا. الكلام اللي أنا هقوله لكم دوت يتدفع فيه فلوس صدقوني. فاقفل ودانك عن أي حاجة حواليك وركز معايا لآخر الفيديو وهتشكرني. بص يا معلم، انت أول حاجة هتتفرج على الفيديو كامل عشان تاخد الفكرة ككل. بعد كده هتتفرج على الفيديو تاني، بس يكون معاك ورقة وقلم وسجل ورايا ال7 أيام مفروض تعمل فيهم ايه. بس قبل ما اقولك الخطة بالخطوات، في حاجة مهمة لازم تعرفها الأول. لازم أقول لك على الأسباب اللي وصلتنا للمرحلة دي عشان نتجنبها بعدين. ونبدأ بأول حاجة. كده ما اشرحهاش. رقم 1، لو حسيت بملل أو زهق أو أريفة ده طبيعي، أنت مدمن يا أستاذ، ودي أعراض انسحاب. رقم 2، كل يوم عندك مهمة محددة مهما حصل في حياتك أو في يومك لازم تعملها. القاعدة رقم 3 هي مدار المرقعة شوية، بس بتمنى انك تستعملها صح، وهي انك لو وقعت في يوم كمل عادي، ما تبدأش من الأول. تمام؟ نبدأ معلم باليوم الأول. القطع المفاجئ النهائي، وبنسميه ديجيتال فاستنج. الصيام الديجيتال، وهي انك تصوم عن التكنولوجيا دي خالص. تمسح لي بقى الابليكيشن، تعمل له دي اكتيفيت، تشيلها من الوول بيبر، اتصرف. المهم انك مش هتفتح حاجه من ديت لمده 24 ساعه. طب المهمه ديت يا شباب الاخلاق هدفها ايه؟ مش احنا اتعلمنا قبل كده ان ما نعملش حاجه ما نعرفش ايه هدفها؟ الهدف هنا يا معلم ان هنكسر دوره الدوبامين، دوره المكافاه السريعه اللي في دماغك او الرخيصه. بس في ملحوظه، تقدر تستخدم تليفونك عادي لو مكالمه مهمه او حاجه مهمه، حاجات من هذا القبيل يعني. ونيجي بقى يا معلم لليوم التاني. المهمه التانية يا معلم زي ما تقول كده اعاده ضبط مصنع لدماغك، بنسميها مايندرست. حضرتك هتقرا مقاله طويله ممله لا تقل عن 1500 كلمه في رينج من 12 ل 15 صفحه كده، ويفضل الموضوع يكون علمي او فلسفي، ما تروحش تقرا لي روايه وتعدي يومك. المهمة التانية يا معلم هدفها انك تعيد تركيزك على حاجة واحدة لمدة زمنية طويلة.
تنتبه على شيء واحد بشكل عميق، وخليك عامل حسابك ان المهمة دي رخمة عليك جدا بس مهمة. صح، نسيت اقول لك انك لازم تقراها مرة واحدة في قعدة واحدة، مش على مرات متتالية. ويا سلام بقى بعد ما تخلص تخش تاخد كده مصحفك وتشيل من عليه التراب وتفتحه وتبدأ تقرا فيه وتفكر وتدبر في الآيات. اهو منا بتتعالج وتزود من تركيزك، وفي نفس الوقت ترضي ربك. والتدبر هيخليك تفهم الفلسفة الحياتية، ونفس الوقت هتفهم دينك. بذمتك في احسن من كده؟ تعال نخش يا معلم على اليوم التاني. اليوم التالت يا معلم والمهمة التالتة هي إعادة التحكم على الأمور مرة أخرى، وهيكون اسمها كنترول ريكفري. بتحط جدول زمني لنفسك أول ما تصحى. هتفتح الموبايل إمتى؟ هتشتغل إمتى؟ هتذاكر إمتى؟ حتى هتاكل إمتى؟ كل ده أول ما تصحى من النوم الصبح، أو ممكن يبقى قبلها كمان بالليل لو حابب يعني. يكون مكتوب بالتوقيت، وتصر إنك تلزم نفسك عليه وتلتزم بيه وترغم نفسك على ده. وممنوع تفتح السوشيال ميديا الا بتايمر 15 دقيقة مرتين في اليوم، وتلتزم بدوت. هي كده عافية. الهدف بقى من المهمة ديت انك تعيد السيطرة والتحكم على دماغك. ونخش معلم في اليوم الرابع. اليوم الرابع معلم والمهمة الرابعة اسمها تحدي المهارة الجديدة. هنتعلم مهارة جديدة بينما من اسمها. تشوف لك بقى معلم كورس جديد، اذا كان بقى على موقع او اذا كان على يوتيوب او ايا كان. المهم الكورس ما يقلش عن ساعتين. ساعتين انت قاعد بتشوف كورس تتعلم فيه حاجة جديدة اول مرة تشوفها، اول مرة تتعلمها في حياتك. ده يا معلم هيعيد تشغيل دوائر المكافأة اللي اتكلمنا عنها. لانك لما تخلص هتنبسط، تحس بالانجاز، وهتحس انك عملت حاجة ذات قيمة لانك اتعلمت حاجة جديدة. نخش معلم على اليوم الخامس والمهمة الخامسة. المهمة الخامسة معلم واليوم الخامس هو التطهير. هتعمل حملة تطهير كاملة شاملة للكائن ده. يوم كامل بدون شاشات اطلاقا. مش بس الموبايل يا برنس، لا 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 لا، كمان التلفزيون واي شاشة ممكن تتخيلها. اليوم ده يا باشا هيبقى عبارة عن مشي، قراءة كتاب، تمرين، قاعدة مع الصحاب والقرايب. بس ده هينضف دماغك من الضجيج الرقمي. ده هينضف دماغك من الضجيج الرقمي اللي جواك. اليوم السادس اللي قبل الاخير والمهمة اللي قبل الاخيرة كتابة الافكار. خصص كده معلم ما لا يقل عن 30 دقيقة في اليوم ده تكتب لنا انت حسيت بايه في الايام اللي فاتت. ايه اللي اتغير في تفكيرك؟ ايه فعلا اللي محتاج تقطعه من حياتك وتتخلى عنه تماما؟ ايه اللي كان ليه لازمة قوي وما تقدرش تستغنى عنه وطلع عادي يعني مفيش حوار؟ ده يا معلم هيزود درجة وعيك بنفسك عن نفسك، وإدراكك باللي حواليك، وتعديل قيمة الأشياء بالنسبة لحياتك. لما تمسك ورقة وقلم وتكتب هتكتشف حاجات ما تعرفش انها كانت في دماغك. صدقني جرب واشكرنا بلايك وفي تغييرك بشير يا معلم. اليوم السابع والاخير واخيرا جينا لليوم السابع والمهمة السابعة والاخيرة. هتعمل يا معلم سيستم جديد لحياتك اللي جاية بقى. تقعد بقى يا باشا وتحدد كده مثلا سوشيال ميديا ساعة واحدة في اليوم، وان انا هقرا مثلا 3 كتب في الشهر، وتبقى محدد الكتب اللي هتقراها في الشهر ده قبل ما الشهر يبدأ. وان انا مثلا هتعلم مهارة جديدة لمدة 3 شهور، او هجتهد واتقدم في شغلي بالقدر الفلاني لمدة مثلا 3 شهور، وهكذا تستمر. هتكمل بقى على هذا المنوال، هتبدأ تبني حياة فيها ترفيه بس راقي، فيها دوبامين وهرمون سعادة بس مش رخيص، بالعكس أجود أنواع الدوبامين. فيها تركيز عميق وفيها شغل مستمر. وبلاش بقى التقطيع ده،
بس كده يا صديقي، هنا نكون وصلنا لاخر حلقتنا. اتفضل بقى روح هات ورقه وقلم وارجع للحلقه دي تاني وركز في كل خطوه فيها عشان تكتبها. ورقه وقلم يا شباب، مش هنكرر. يلا ورقه وقلم، مفيش حاجه بتلزق هنا. تكتب الكلام ده شباب، وبعد 7 ايام تيجي هنا على نفس الفيديو في الكومنت وتقول لي حاسس بايه. 7 ايام ومستني رساله منكم تقولوا انكم بقيتوا افضل نسخه ممكنه منكم. عايزينكم تشاركونا ايه شعوركم عشان تفيدوا غيركم. حلوه شعوركم وغيركم، جميله. وهنا نكون وصلنا لاخر حلقتنا يا شباب. قناه اخلاق شباب، قناه اخلاق شباب لكل الشباب. سلام، هاستا لا فيستا. مش هفضل عايش في الوهم، انا دماغي رحلاتي والحياة احلى لما افهم. مش هفضل ابطل الماضي، مش هفضل عايش في الوهم، انا دماغي ليها حرية والحياة احلى لما افهم. It's caught in the crossfire.